السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين ديال كيت سبورت، مرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد. اليوم غادي نهضروا على مسألة ديال انتقالات اللاعبين ديال المغرب. كما كلكم تعرفوا وصلوا زعما نصف النهائي، وكنا تنتظروا بانهم يمشيو المنتخبات ديال الفرق زعما ديال الصفوة، ولكن هادشي ما وقعش. علاش؟ المهم جبنا واحد مجموعة ديال الاسباب، ماشي بالضروره اننا تنغلب واحد على الاخر، ولكن غادي نسردوهم قدامكم ولكم واسع النظر، وشاركونا بالاراء ديالكم. اول حاجه نقدروا نقولوا بانهم مازال ما وصلوهمش العروض اللي بغاو هما، يعني كلاعبين هاد المساله مزيانه، يعني هما باقي تيتسناو تيناقشوا عروض، كاين مجموعه ديال العروض من عند فرق مختلفه، فهما تيناقشوا العروض ديالهم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ان الانديه تتنتظر الميركاتو زعما يحاول يقرب يسالي باش شوفوا ديك الساعات شكون هما العصافير النادره وياخذوهم. هذه القضيه تديرها بعض الانديه كذلك. مساله اخرى اللي شويه سلبيه زعما هي انه اللاعب مغربي موهوب، ولكن مازال ما وصلش لمرحله النضج المهني، بالخصوص انه مازال شويه يقدر يكون المزاج ديالو شي حويجات بحال شفنا بعض النماذج. يعني يقدر مثلا يكونوا بعض الانديه خصوصا الكبرى متخوفه من هذه المساله هذه. كاينه عاوتاني مساله ديال كاس افريقيا والمشاركه في كاس افريقيا، فاللاعب الافريقي تعاني منها بصفه عامه. انه هذه المساله هذه ديال انه مشاركه في كاس افريقيا خصوصا اللي كانت تقام في الشتاء، وتنعرفوا بان الانديه الاوروبيه في هذيك الفتره تكون تتلعب، فهاد المساله هي تخلي الانديه تكون متردده. كاين مساله ديال وكلاء اللاعبين، يعني وكلاء اللاعبين ماشي من العيار الثقيل، ماشي وكلاء اللي غادي يجيبوا لك فرق كبيره وهاد المساله هذه شفنا مثلا فاش كان الراحل مينو رايولا مع بعض اللاعبين ديالنا، فشفناهم كيفاش وصلوا الفرق كبيره. ممكن هاد المساله ديال وكلاء اللاعبين حتى هي تكون صعيب، ولا بعض الوكلاء اللاعبين اللي تشوفوا مصلحه الشخصيه ديالهم، هاد القضيه تقدر تكون. المساله الاخرى هي انه اللاعب المغربي على العموم لا يغرد مع السير بالعالم. شفنا مثلا اش وقع مع ابو خلال، كان اللي تيقول المغرب ماشي غير حارب مثلا في مونديال قطر اصحاب العالم شبه القزاحي، ولكن كان ضد كل ما يمثلونه، يعني انه نشر القيم ديال العائله والارتباط بالام اللي تمثل الاصل زعما والنواه ديال الاسره. هما هادشي كامل هما اللي تيحاربوا، بحكم انهم هما تيتحكموا في مصادر الاموال ومن بينها الانديه الكبرى، فلاعبين من هذا النوع ما كاينش عندهم مكان في هاد الفرق الكبيره بالخصوص. يعني هادو بعض الافكار اللي حاولنا نشاركوهم معكم، وبطبيعه الحال يقدر يكون غير المسار عادي جدا، ما كاين والو، غير باقي ما تصلوش بالعروض وهما تيتسناو تيناقشوا، وتكون الامور سليمه ان شاء الله. هادشي اللي بغينا. يلا الله يعاونكم. اللي عجبو المحتوى ما ينساناش الاشتراك واللايك، راكم تتعرفوها، والى اللقاء.